شهد الإعلام الجزائري حالة من الغضب والاستياء عقب زيارة اللجنة الخاصة بزيارة البلدان المرشحة لاستضافة كأس إفريقية 2025. ولم تتردد بعض المنابر الإعلامية الجزائرية في اتهام المغرب بتهم باطلة وغير منطقية من خلال خلق فكرة وجود مؤامرة تحاك ضد بلدهم، وذلك بعد متابعتهم لردود فعل اللجنة وطريقة مراقبة البنية التحتية. ويعتبر المغرب المتهم الأول في أي ضعف أو إشكال تعاني منه الجزائر في تلفيق للتهم ووضع للمسؤوليات في غير محلها لإرواء الحقد وإرضاء صناع قراراتهم. ويتنافس المغرب مع الجزائر على استضافة كأس إفريقية 2025 بعد زيارة اللجنة المملكة المغربية، تزامنا مع المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره البرازيلي. وكان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قد أكد في تصريحات سابقة أنه لم يتحدد موعد إعلان الفائز بتنظيم كأس إفريقية 2025، مؤكدا أن القرار سيتخذ بشكل أخلاقي ومستقل. تريد إتخاذ قرارات نزيهة مع الأخذ في الاعتبار الملاعب والفنادق والطرق وحركة النقل الجوي وموارد البلاد على غرار المعايير المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم. وكان الاتحاد الإفريقي قد سحب تنظيم المسابقة من غينيا نهاية شتنبر الماضي بسبب تأخر الاستعدادات، وفتحت المجال أمام البلدان الراغبة في تعويضها ليتقدم المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا والجزائر وزامبيا، إضافة إلى بنين ونيجيريا بشكل مشترك بملفات الترشح لاحتضان المسابقة.